قبل ما نتكلم في أي حاجة عايز بس أوريلك حاجة. الفيديو ده موجود على يوتيوب، جايب أكتر من مليون مشاهدة عشان بس مكتوب في العنوان بتاعه اعرف باسورد أي شبكة واي فاي، وطبعا العنوان ده كذاب والفيديو مفيش فيه أي حاجة من دي. تعالى بس نبص على الفيديو في الأول وبعدين نتكلم. كل ما تيجي تقعد على قهوه يقول لك اصل الواي فاي عندي بايظ، الواي فاي عندك بايظ و50 60 نفر كلهم معاهم الواي فاي. تعالى بقى اوريك تجيب الواي فاي ده ازاي. اول حاجه انت هتفتح التليفون كده، هتدخل على الضبط وبعد كده هتخش على الاتصالات، هتجيب الواي فاي تلقائي. اول ما تخش على الواي فاي هتلاقي علامه السيتنج ظاهره لك زي كده، وطبعا هتلاقي في حاجه اسمها الكيو ار تحت، او لو الاندرويد بتاعك مختلف وطبعا الطريقه دي الاندرويد بس، هتجيب الكيو ار وبعد كده هتحفظه. اول ما هتحفظه كده بالشكل ده هتخرج بره وتجيب حاجه اسمها جوجل لينس او كروم، هتلاقي في عدسه زي الكاميرا من غير برامج ولا غير اي حاجه، وهتدوس عليها. وبعد كده يا معلم هتدوس هتجيب الكيو ار. انا طبعا كنت بجرب لوحده، هتلاقي رمز الاستجابه واسم وادي الباسورد اهو. شفت يا عم الفيديو؟ عايزك بقى تصحى وتركز معايا قوي. طيب ركز بقى معايا في الحتة دي. هو هنا دخل على الشبكة اللي جهازه متصل بيها. طب ليه ما دخلش على شبكة تانية من الشبكات اللي الجهاز جايبها تحت؟ باختصار عشان الجهاز يقدر يطلع باسورد أي شبكة متصل بيها بسهولة عن طريق الباركود، لكن مستحيل يقدر يوصل لباسورد أي شبكة غريبة. ادي يا عم الفيديوهات اللي منتشرة على يوتيوب، وادي التقنيين اللي بيضحكوا على الناس. طبعا انت دلوقتي في نفسك بتقول عليا زيهم، ما انا كاتب عنوان في الوصف تحت حاجة، ودلوقتي اهو في الفيديو بقول لك نقيضه او عكسه، وبقول لك الكلام ده مش موجود وما بيحصلش. اتقل بس كده عليا وانا هوصل لك انا عايز اقول لك ايه بالظبط. هقول لك حكاية بسيطة كده حصلت معايا من فترة، هتفهم منها اللي انا عايز اوصله لك من الفيديو ده. من فترة اتصل بيا شاب وقال لي في واحد كلمني وقال لي انا اخترقت تليفونك، وفعلا بعت لي صور لاخواتي البنات موجوده على تليفوني، وبيهددني اني لو ما دفعتلوش فلوس هينشر الفيديو او هينشر الصور دي على النت، وانا مش عارف اعمل ايه، يا ريت تساعدني. بغض النظر عن ان الشاب ده غلطان اصلا في انه سايب الصور دي على موبايله، بس كان لازم اقف جنبه واساعده. اول حاجه قلت له يا ابني انت في حد بيمسك تليفونك غيرك؟ قال لا. طيب في حد بعت لك رسالة فيها رابط ضغطت عليه أو فتحته؟ قال لأ. قلت له طيب أنت بتدخل على شبكات نت غريبة أو مفتوحة؟ قال لي أيوه، نت الكافيه اللي بقعد فيه. قلت له غالبا الشخص ده هو صاحب الكافيه اللي أنت بتقعد فيه، أو الشخص اللي مسؤول عن النت بتاع الكافيه اللي أنت بتدخل عليه. قال لي طيب أنا أعمل إيه؟ قلت له كلمه وقول له أنا عرفتك وهبلغ عنك مباحث الإنترنت. وفعلا الشاب ده ما كدبش خبر وراح كلمه وقال له انا عرفتك وهبلغ عنك مباحث الانترنت وهم يتصرفوا معاك. بس الشخص ده رد فعله كان غريب قوي وفاجئني انا شخصيا. رد فعل ما يخرجش غير من واحد مبتدئ، واتفاجئ من الكلام اللي الشخص ده قاله له. تخيل رد عليه قال له ايه؟ قال له معلش انا كنت بهزر معاك. وجاء الشاب ده كلمني وقال لي حصل كذا كذا وقال لي واحد اتنين تلاته. قلت له يا ابني الكلام ده مفيش فيه هزار، بلغ عنه عشان الصور اللي معاه. بس الشاب ده بقى ما بلغش عنه مباحث الانترنت، لا راح يا مؤمن بلغ عنه في الاسم، بلغ عنه المباحث نفسها في الاسم، وراحوا جابوه والمشكله اتحلت. اللي عايز اقوله لك ما تصدقش اي حاجه تتقال على النت. في عناوين كتير كذابه بيكتبها اليوتيوبرز او صانع المحتوى او اللي عامل الفيديو عشان بس يلم مشاهدات. بتبقى حاجه مكتوبه في الفيديو تشدك او تشد الناس وتدخل الفيديو وما تلاقيش فيه حاجه، هو بس عايزك تفتح الفيديو. حاجة تانية مهمة قوي عايز اقولك عليها واللي عشانها بعمل لك الفيديو ده، ما تفرحش انك بتدخل على شبكات غريبة او شبكة مفتوحة او شبكة ببلاش وتفتكرها مجدعة وشطارة. اللي انت ما تعرفوش ان صاحب الشبكة اللي جهازك متصل بيها ان كانت مفتوحة او حتى الباسورد واخدها من غير ما صاحبها يعرف، قادر يوصل للاي بي بتاع تليفونك. انت بتتكلم جد؟ والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. وبرضه ما تعرفش اللي قادر يوصل للاي بي بتاع تليفونك ممكن يعمل ايه في تليفونك. والحكايه اللي حكيت لك عليها من شويه دي تعرفك ان الموضوع خطير وما تستهونش بيه. وحاجه كمان عايز اقول لك عليها قبل ما اقفل الفيديو، معلش اسف على العنوان اللي كتبته لك تحت الفيديو ودخلت ما لقيتش الكلام اللي في العنوان موجود في الفيديو. انا بس كنت عايز اوصل لك ان مش اي حاجه تشوفها تصدقها. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.